انتهت حكاية الموسم. سقط الحارس الذي كان خط الدفاع الأخير. تمزق عضلي في الفخذ تفرض الغياب في أكثر اللحظات حساسية. مارس وأبريل شهور الحسم، لأن ديربي أتلتيكو مدريد يقترب، ومايوركا في الطريق، ثم العاصفة الأكبر بايرن ميونخ، وريال مدريد يدخل المعركة دون حارسه العملاق. هنا لا يتعلق الأمر بحارس، بل برمز للأمان، بيد كانت تمتد في اللحظة المستحيلة تنقذ الحلم. حتى بدأت الأسئلة تتكاثر: من يحمي المرمى؟ من يقف حين تشتعل الليالي الأوروبية؟ من يتحمل ثقل القميص حين تضيق المساحات؟ ليظهر اسم أندري لونين الذي يعود إلى الواجهة، ليس كبديل بل كجندي يستدعى للحرب. وفي الأفق يلوح وعد مايو، ليلة النهائي. هناك قد يعود كورتوا، ليس كلاعب تعافى بل كبطل يعود في اللحظة التي تستدعى فيها الأساطير. وهكذا تبقى الحكاية معلقة بين سقوط مفاجئ وأمل لا يموت، وبين من يقاتل الآن ومن يستعد للعودة ليكمل المجد.